ويسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الترجي عطفة يدي رتال العالمين
رتل العالمين يا مهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يدي رتل العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه انتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله تجلي عليه القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى نهرت العيون في مجده
واجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله سبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه ما ملأ الوجود الخلقي نور. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك صلى عليه. الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه. عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. من الإيمان قواعد صلى الله عليه. ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. أن سيدنا محمد صلى وسلم عليه في قوله وفعله صلى الله عليه. أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ عليه. الرسالة وعد الأمانة صلى الله عليه. الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. ما أعظمها المنة تكرم الله بها على اللهم البشر. صل وسلم عليه. كلمة انتصر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال صلى الله عليه. في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. يتشكره المصلي عليه به عليه. فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. إلى نشرف الأصل بوده وهبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القدير صلى الله عليه التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. فتت القدرة الباهرة بالنعمة
الرحمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والبطون صلى الله عليه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصص به من خصص صلى الله عليه وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله عليه ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجل إلى تدوير ما بدهم ينشش في المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله
سنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بسناك دربي نور في ونور بضياك أسمو أهمة مر دهور وإليك القلب يشدو ما طار شرب طيور يبكي الفؤاد ويحنو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم علم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام ودعا سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام
يا فراز الكون إني عاشق مستهام يا فراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو ربي يا نور الوجود طالما أشكو ربي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معدن الجود وأنادي يا ثيابي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصل العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السماوات متضمخة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه على في الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صدر في الوجود ماجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناء هذا المستور صلى الله ليبرز عليه نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية ذلك الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جند وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرسل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. واسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه. وعن عين يتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه. ولقد صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه حلما ورفقا صلى الله عليه يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. والعبد المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وله الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة والمسؤولة أخلاق الهيبة القوية ومكارم قد تعالى مجدها أخذت على ندب السهاب عنانه صلى الله عليه. بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. أن أمسك إن ذا الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك سرقت كما
حسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Min kalamihi radhiyallahu an ila an qala wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sayadhakkaru man yakhsha wa innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala sayyidina al-habib Abdurrahman bin Abdullah Bafaqih rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلوم في الدارين. فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان حيث ران عليه ما ران فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط فيه من أمره. فالعجب كل العجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه وإذا اعتل قلبه ومرض قلبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طلبه ويمهل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tentang pentingnya bagaimana kita menerima tentang tadzkir, peringatan-peringatan daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan sangatlah bermanfaat bagi orang yang beriman. Sayadzakkaru man yakhsha, orang tadi itu akan mengambil pelajaran dan peringatan. Siapa? Man, orang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja orang yang mau menerima peringatan ulul albab, mereka adalah orang-orang yang mempunyai albab, yang mempunyai akal dan fikiran. Berarti peringatan demi peringatan ketika tidak manfaat bagi kita berarti menunjukkan du'fil iman. Hati kita telah du'uf, lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sedangkan tadzkir, peringatan tidak memberikan kepada kita manfaat, berarti iman saya lemah. Firman Gusti Allah pun cukup jelas, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan neka akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Berarti orang yang tak gelem nerima nasihat, orang yang tak gelem nerima taujihat, irsyadat, petunjuk-petunjuk, berarti di du'fil iman, karena lemes dari bisingwan etek. Nyabrang gapi. Nganan gapi, hanya dengan isyarah, tanpa ada peringatan ocaan dari saya pengembala gila. Pak engak bereng napanya mana gelak cutik saya takut atau tongkat saya takut, maka hewan ternak gelak bakal norot. Terkadang kulit sampeyan kalah be hewan ternak ya ikhwani. Peringatin kelebihan nasihat pancet, Pak engak kelebihan Al-Quran tetap. Terus apa sih membuat kau lebihan pancingan terus menerus dalam keadaan enggak nikah? Bukankah manusia diberikan albab? Mereka yang dikatakan ulul albab adalah kita manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kita dengan hewan? Mun hewan hanya dengan peringatan bil isyarah, kelebihan isyarah ampun cukup teti peringatan, sedangkan kelebihan panjenengan ampun pan berempan nasihat tapi sama sekali tak membuat manfaat dekat hati kelebihan panjenengan. Nah, fa kullu man lam yantafi'
bidzikir wal Qur'an wa lam yakhsha' litadzkir wal bayan fadzalika lidhu'fil iman. Ada dua penyakit yang menimpa musibah kepada seseorang tersebut. Ketika Al-Qur'an sudah tidak menjadi obat, wa lam yakhsha' litadzkir, mereka tidak pernah khusyuk untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Cuma poya-poya tok. Majelis cuma sama sekali tak ada kekhusyuan di dalam majelis ni kan. Walam yakhsha litadzkir, tidak ada sama sekali khusyuk, bahkan takhasyuk untuk menjadi orang yang khusyuk pun tak berusaha. Hanya senang kumpul bareng tapi sama sekali tak membekas dari majelis zikir gila. Zikir-zikir saya baca tak nambahin kekhusyuan dekat Allah Subhanahu wa taala. Berdua, imma li dhu'fil iman wa imma i'tilaul janan. Ada kalanya karena imannya orang tersebut karena lemah, ada kalanya hatinya sudah kena penyakit. Sakit berarti hatinya. Nasihat ini kemanfaat kanggo orang sesehat. Gule, sate, turin. Mun kanggo orang sehat nih kok. Wow. Ya khair kakanan nih kan. Ya. Raja buah, ratu buah, raja makanan. Tapi ketika saya mengkonsumsi orang saya penyakitan lain. Saya asal gule kele nikmat, buah-buahan ni kesegar, tapi karena beda penyakit maka tak masuk. Sampai negajukan majelis zikir, Al-Quran, solawat, zikir-zikir dan lain sebagainya, tak nambahin kekhusyuan, imma bedekalana atenah se karena penyakitan atau iman selemah. Gambarannya seneka baterai neka mun ces terus nimbun, berarti baterainya normal. Aki mun seterek terus nimbun setrum manfaat. Kebengan lo nyalur kaksa, kebengan lo temar, setrika dan lain sebagainya. Karena nimbun setrum. Baterai ces mata nimbun setrum berarti suak. Aki eseterek tak nimbun setrum, wis dal badel berarti. Majelis nikmat engak nikah, majelis mocih deka Allah, mocih deka Rasulullah, tapi tak nambahin kekhusyuan ke kauluban panjenengan. Bene majelis aten sambian tak beres. Imma li dhu'fil iman wa imma i'tilalul jinan. I'tilalul janan karena aten sepenyakitan. Ya ces, saya normal, baru saya kabit ya ces langsung full. Anyar. Bodoh pondil pun cekak bices-ces neto. Mandeman ngebeces-cesan to, berarti wis sar aja wis suwak wis. Kabit petek mate. Cek telepon SMS bae. Ya. La ilaha illallah. Haitsu rana alaihi maran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya hati yang seperti itu karena sudah kena penyakit ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka tidak buta mata, innaha la ta'mal absar. Mereka tidak buta mata ya ikhwani, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka buta mata hati. Badannya sehat tapi imannya yang lemah, badannya sehat tapi hatinya yang sakit. Mula hatinya sakit tak bisa. Ya udah remah. Huleng ngegule tak bisa, sakit kok. Tutup punan hati. Ya baktana, sungguh beruntung kita. Apa long ban para habaib, para asatid, dan orang-orang yang sesepuh ngeces, angkep ngeces sambian setiap kemis sore ini kan. Nyami majelis ces-cesan mare. Demah ngeces. Faham tak faham, ngerti tak ngerti, mun selawat saya baca ngeces. Al-Quran ngerti tak ngerti, faham tak faham, jelas nambahin iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang membaca Al-Quran bifahmin au biduni fahim, baik orang yang membaca Al-Quran tadi itu faham atau tidak faham,
maka otomatis zadathum imana, maka iman mereka akan bertambah. Amin Allahumma amin. Maka saya rasa atena tak kotor neng majelis ini kah? Benih kau lekeng mencela diri sendiri, merendahkan diri di hadapan orang banyak, ini sama tak bagus. Belum tentu, dan kadang seneguk emek lebih muljo orang saya budi, karena aten lebih bersih. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala benih pandangan segi zahir, pandangan Gusti Allah selalu tertuju dekat aten orang yang tandik penyakit kesombongan, riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Falyatadarak ma bagi min umrih ma farata fi min amrih, maka hendaklah bagi kita untuk terus mengejar yang tersisa dari umur kita. Karena berapa sih umurku sampeannya? Saya 30 sekejaki, 30 tahun lagi kulit sampean. Sepak polo sekejaki, 20 tahun lagi sebidak. Saya seket 10 tahun lagi, saya seket 5 tahun, saya parak sebidak sekejaki, sekejap ini. Falyatadarak ma bagi min umri, hendaklah orang tersebut semangat untuk meraih dari apa yang tersisa daripada umurnya, wa ma farata fihi min amri, dan apa yang telah lalai daripada perbuatannya, benyakan lupana, benyakan maksiatah, maka umur saya sekali sekonek neka tore pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Fal ajab kullal ajab, kata beliau, sungguh aku sangat heran mimman idza atallat yadahu aw rijluhu badala juhdahu fi ilajiha bi kulli wajh. Sungguh aku terheran-heran kepada orang yang kena luka tangannya atau kena penyakit kakinya, luka tangan atau luka kaki, maka orang tersebut akan bersungguh-sungguh untuk mengobati setiap penyakit yang ia derita dengan cara apapun. Tanangnya masalah daripada sehat kapi, tanangnya tak berfungsi, maka untuk terus berfungsi setiap penotun orang, obat kasa, obat neka, orang kasa, orang neka, yang tarik kapi terus berguna tanangnya. Karena kena penyakit, soko saya kena rematik, kena penyakit, terus berusaha untuk nyari tambah olahraga, goes kelangker tak kuat, senam pagi olahraga, tapi mengolah otak, mengolah pikiran, mengolah iman tak kuat, cuma olahraga tok, raga nasi yolah, iman tak pernah yolah. Wa idza atalla qalbuh wa marada lubbuh la yatafakkar fi ilajuh. Tapi sebaliknya ketika hati mereka sudah kena penyakit, wa marada lubbuh, bagian dalam mereka kena penyakit, la yatafakkar fi ilajuh, dia tidak akan terpikirkan, terbesit di dalam hati untuk mengobati. Cak kan terus ngobatin, terus beres ada, terus nampak tak ada. Sehingga mati dalam keadaan mati iman, mati atena. Menurut yang kena penyakit, cak ngakan ria, menjauh dari penyakit, dari kakanan nikah, karena oneng cak kakanan nikah bisa menimbulkan penyakit sajian saraf, kencing manis, kolesterol, lemah jantung, lemah syahwat. Cok ngakanan ria deki, bukan mengakan ria deki, tambah saraf penyakit, tambah tak rokaruan, maka orang kulo nyegaungku dari penyakit nikah, dari kakanan nikah nyegaungku, sekalipun nikmat, sekalipun menggiurkan lah, karena terus sehat tah. Lah terus kemau usaha kulit sampean untuk terus sehat tah, ate nikah. Bi grimis bi kalah sampean, bi grimis ceker-cekan bi kalah, durung lentu ban. Keneng grimis, manusia ini tak berdaya, bi grimis bi kalah, ngaup kapi, nyari tempat si aman, cuma grimis, hadirin, ya ikhwan, la ilaha illallah, coba epekir nikah, kang kui kau lebih bancingan, sandi penyakit ate nikah sopaje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وداهره، وأما ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي. سر الفاتحة.